اليوم بدي أحكي لكم عن تجربتي الخاصة في الحمل والولادة في تركيا، بالأخص بإسطنبول. بدي أبدأ تجربتي معكم من اختيار الدكتورة لحد الولادة في المستشفى. أول إشي لازم تختاري دكتورة بناء على تجارب ناس آخرين، أو مثلا تسألي ناس إنه في عندهم ناس عندهم خبرة في الموضوع، تختاري دكتورة بناء على هذا الإشي. للأسف أنا اخترت الدكتورة بشكل عشوائي، ولكن كانت دكتورة جدا طيبة ومحترمة، الله يجزاها ألف خير. بس كان دايما يكون عندي تساؤلات، وكان الوقت اللي عندي كتير يعني قليل إني أسألها، ما كانت تجاوبني على كل إشي بصراحة يعني، فكانت تعطيني أجوبة غير وافية. بس هاي المشكلة. طبعا مرحلة اختيار الدكتورة من المراحل اللي جدا مهمة، لازم إنكم تكونوا منتبهين يعني لهاي النقطة، لأنه هاي الدكتورة رح تحدد لك موعد كل بداية شهر تطمنك على البيبي وتطمنك على صحة البيبي. فلازم تختاري دكتورة تكوني أنت مرتاحة للتعامل معها، ودكتورة تكوني أنت كمان وثقتي فيها. وكنصيحة أخيرة بحب أقدم لكم إياها، إنكم تختاروا دكتورة تكون بترد على طول على المسجات على الواتساب، في حال صار معك ظرف طارئ تكون موجودة الدكتورة وترد عليكي بشكل سريع. أنا للأسف كنت أعاني من هاي النقطة بصراحة. وتبعدي عن ترندات التيك توك. ممكن إنه الفيديوهات اللي بنزلوها على التيك توك للمرأة الحامل، أو فيديوهات ترندات للحمل، أو دكاترة بينزلوا عن الحمل، ممكن تكون صحيحة، بس كل واحدة لها تجربة مختلفة عن الثانية. فنصيحتي لكم إنكم تبعدوا عن الترندات اللي موجودة على التيك توك أو على الانستا أو على أي مكان، لأنه هاي بتعمل عندك جو من التوتر والقلق، وانتي مش بحاجة أصلا لإشي يخليك تتوتري زيادة فترة الحمل. كوني يعني على ثقة إنه تجربتك مختلفة عن تجربتي وعن تجربة فلانة وعن تجربة يعني أي شخص آخر. هلا بدي أحكي لكم عن حجز المستشفى. أنا دخلت الشهر التاسع وأنا لسه مش حاجزة، كنت مستشفى، كنت مطمنة على حكي الدكتورة إنه البيبي تمام وإنه صحته منيحة وفيش داعي إني أخاف. فكنت مركنة على كلامها، وعلى حسب كلامها كانت تحكي لي إنه البكرية بتاخد شهرها التاسع وما أقلق، وإنه إن شاء الله لما يجي موعد الولادة هي رح تكون منسقتلي مع مستشفى ومع دكاترة ومع طاقم طبي كامل. فكنت أنا هون شوي مرتاحة لأنه أول تجربة إلي. طبعا دخلت الشهر التاسع وبدأ القلق عندي والخوف إنه خلص رح أولد، وإنه بأي مستشفى رح أولد، لسه ما بعرف المستشفى، ما بعرف الدكتورة، ما بعرف إيش. فكان عندي موعد عند الدكتورة معاينة بداية الشهر التاسع، وكانت الأمور طيبة والمي عند البيبي تمام. وطبعا أنا سألت الدكتورة سؤالي المعتاد، يعني كيف البيبي، كيف صحته، كيف دقات القلب. سألتها إنه إمتى رح أولد، حكت لي إنه إن شاء الله يعني ممكن إنه بآخر التاسع أو بنص التاسع، لأنه أنا بكري. فسبحان الله في اليوم الثاني من بعد زيارتي للدكتورة نزلت مشيت شوي بالشارع، لأنه حسب اللي كنت أسمعه من المقربين والترندات إنه لازم أمشي في بداية التاسع علشان بيساعد على الولادة، ولازم أكل أناناس وأعمل تمارين معينة. فكنت بادية في هذا الإشي. مشيت شوي في الشارع أنا وصلاح، رجعت على البيت، عملت فطور، وبعدها نزلت عندي مية الراس للأسف من دون أي أعراض للطلق أو أي إحساس إني رح أولد. فجأة هيك صارت الشغلة. وأنا طبعا كنت من كتر ما أسمع من المقربين والترندات إنه لازم أحس في طلق بعدين إنه ممكن أولد، فصار عندي العكس، نزلت عندي مية الراس وتوترت كتير وخفت، وأول تجربة إلي. وعلميا يعني مية الراس بعدها ولادة. صرنا أنا وصلاح متوترين كتير، ونتصل على قرايبنا، على أختي، على أخوه لصلاح، على مرت أخوه، على بنت أختي، على زوج أختي، على كل الناس المقربين اللي خطروا في بالنا، حتى على صاحبتي التركية اللي هون بالشارع اتصلت كمان. فبعدها طلبنا تاكسي مستعجلين، أخذنا التاكسي، وطبعا يعني من كتر التوتر طلع حظنا إنه سواق التاكسي بنت وليس يعني شاب. هاي طبعا قليل لا تشوفوا هيك إشي. فالمهم بحكي لها إنه مية الراس نزلت عندي وأنا بدي أروح على الفاتح عشان أولد. طبعا هي بتحكي لي إنه الفاتح بعيدة وأزمة. هي فعلا بتكون طرق كتير يعني أزمة على الفاتح، وأنا كنت خايفة من هذا الموضوع أصلا وقتها. فحكت لي فيهم مستشفى حكومية قريبة ممكن ناخدك تروحي تولدي فيها. فأنا هون وافقت، لأني خلص كنت خايفة، يعني كنت حاسة حالي إني ممكن أولد بأي لحظة. رحنا على المستشفى الحكومية القريبة، ويا ريتنا ما رحنا بصراحة. كانت من أسوأ التجارب وأسوأ المستشفيات اللي دخلتها حرفيا في تركيا. لما دخلت المستشفى كانت المعاملة جدا سيئة، وطبعا غالية جدا جدا جدا. يعني غريب إنه مستشفى حكومية هيك غالية. يعني طاقم الطبي غير مهتم، إلى درجة إنك تدخلي أنت متوترة، بيسألوكي شو اسمك أكتر من مرة، يعني لدرجة إن نفسك هيك خلص تقومي يعني تعملي إيش، تعصبي، تتمشكلي معهم، مش طايقة حالك بتكوني، فبيوتروكي بزيادة. وهون عملوا لي الفحوصات، ولما عملوا لي الفحوصات على جهاز السونار، واحدة قعدت تحكي لي راسي
بس البيبي عندك كبير وبطنه كبير شكلك مريضة سكري. هون أنا عن جد انصدمت وكتير توترت وصرت أعيط من الخوف. قلت لها لا أنا مش مريضة سكري ولا إشي، يعني غريب كلامك، أنا امبارح كنت عند الدكتورة وعملت لي سونار وأموري تمام. بعدها طلعوني على قسم الولادة، ولكن كل هاي اللحظات عشتها مانعين صلاح كانوا يدخلوا عندي أو يحكي معي على التليفون. طلعت على قسم الولادة كمان صلاح كان ممنوع يدخل معي. أول ما دخلت على الغرفة كانوا طبعا جميع النساء موجودين بنفس الغرفة، واللي تطلق واللي بتصيح واللي خايفة واللي تاركينها لحالها تطلق. فأنا طبعا هذا المشهد كبكرية وأول مرة بشوفه زاد توتري وخفت كتير ومش عارفة شو أعمل. يعني أنا حطوني على تخت جنبي نساء قاعدة بتولد. كتير كان الموضوع صعب بالنسبة إلي، ومنعوا صلاح يدخل. وأختي كمان كانت موجودة في المستشفى وبنتها وسلفتي كمان، حتى البنات منعوهم يدخلوا عندي. فكان الموضوع كتير زاد توتري وخفت كتير بصراحة بهاي اللحظات، لحد ما بنت أختي دخلت في صعوبة على أساس بدها تحكي مع الدكاترة وهيك وتحكي تركي. كان تحكي تركي ممتاز بنت أختي. فلما دخلت لعندي حكت لي إيش رأيك نغير المستشفى؟ قلت لها يا ريت، لأنه أنا صرت متوترة وهم برا وجنبي ناس قاعدة بتولد والوضع صار كتير بخوف. طلعت من المستشفى وقتها كانوا قاعدين بيخوفوني لآخر لحظة، لدرجة إنه الأمن تبع المستشفى حكى إذا بتطلع من المستشفى على مسؤوليتك، لأنه أنتي ولادة خلص يعني مفيش مجال إنك تطلع. قلت له اتس أوكي أنا بدي أطلع خلص، يعني الموضوع بيوتر المستشفى، أنا لحالي قاعدة جوا فكنت خايفة كتير بصراحة. هذا غير إنه أنا لما دخلت جوا على غرفة الولادة أعطوني كيس أسود زي كيس زبالة يعني حاشاكم، وحكولي أحط فيه كل أغراضي، التليفون والأواعي وكل إشي يعني. طب أنا كيف بدي أتواصل مع زوجي اللي واقف برا، مع أختي اللي واقفة برا؟ فوق التوتر والخوف هاد كله يعني ياخدوا كمان تليفوني، كانت بصراحة صدمة بالنسبة لي. فهون إحنا طلعنا من المستشفى والحمد لله، رحنا بالتاكسي، أخذنا تاكسي واتصلنا على الدكتورة. طبعا الدكتورة أنا كنت متواصلة معها من أول ما صارت معي هاي القصة، من أول ما نزلت مية الراس عندي تواصلت مع الدكتورة وحكيت لها إنه أنا في حالة ولادة بدي عنوان المستشفى، بس للأسف ما كانت بترد. وهاي المشكلة بصراحة اللي أنا عانيتها مع الدكتورة، إنها ما ردت علي، ولآخر لحظة ما كنت عارفة أصلا لا شكل المستشفى ولا الدكتورة اللي رح تولدني. فبعدها الدكتورة ردت علي وأنا بالطريق وبعثت لي مسج حكت لي إنها تواصلت معهم، إنها وصلت ملفي للمستشفى وهناك بستنوني. لما وصلت على المستشفى بصراحة الطاقم الطبي جدا ممتاز، يعني طاقم نساء يعني محترمين، تعاملهم كتير لطيف، بتحسي براحة نفسية عن جد لما تدخلي هاي المستشفى. بس المستشفى كانت مش مستشفى واو وهيك يعني حلوة كتير، بس إنه كتعامل دكاترة بصراحة ممتاز كان. لما دخلت هناك حكولي إنه المي نزلت ولازم أولد قيصري، وأنا رفضت وقتها، قلت لهم بدي أولد طبيعي، ويا ريتني ما قلت بصراحة بدي أولد طبيعي، لأنه وقتها حكولي أوكي رح نخليك تحت المراقبة هاي الليلة، وأعطوني طلق صناعي. والطلق الصناعي بصراحة ضليت يعني 12 ساعة بعاني بسببه. واليوم الثاني طبعا على الفاضي ما صارت ولادة طبيعية عندي، باليوم الثاني اتحولت لولادة قيصرية. والحمد لله على كل حال الموضوع يعني مر ولكن بصعوبة جدا. فبتمنى من كل وحدة حامل إنها قبل أي إشي تعرف الدكتورة اللي رح تكون متابعة على حالتها، وتعرف المستشفى اللي رح تولد فيها قبل ما تولد، يعني تكون رايحة على المستشفى عارفة المستشفى، عارفة الدكتورة اللي رح تولدها، تكون المستشفى كمان قريبة من بيتها. هاي نقطة كتير مهمة. وبالنسبة إلي يعني أنا بحكي تجربتي الخاصة، بس هدول أهم نقطتين إذا كنتي أنت في غربة، إنك تركزي على الدكتورة وتركزي على المستشفى إنها تكون قريبة منك بس. وطبعا كل تجربة بتختلف عن التانية، يعني البكرية بتختلف عن المش بكرية وعن المش ما بعرف. فأنا حسيت إنه كل وحدة إلها تجربة. ما تسمعي من حدا وكوني مرتاحة وعيشي تجربتك. إن شاء الله بتمنى لكم ولادة ميسرة كلياتكم.